بص هو 3 على 4 يساوي اكس على 20. هنعمل اول مقص. عادي صوت. هنعمل اول مقص. هنعمل مقص. بعد كده بقى نكتب 4. مين اللي قصاد اكس؟ 4 اكس. انت تعالوا تحت كده. اللي قصاد اكس بينزل تحت. يلا 3 في 20 على 4. كام بقى يا استاذ؟ كله في الاخر ب 15. فيها صعوبه؟ السؤال اللي بعده يلا يا عم. هنعمل مقص. بي زائد 1 يساوي مين اللي قصاد بي زائد 1؟ ينزل تحت. هتبقى 6. 3 في 2 اللي هو 6 على 1 فيها كام؟ فيها 6. فيها الست. فيها صعوبة المسألة دي يا ولاد؟ ها؟ طيب خليك انت مش المهم دلوقتي يا خلود. قولي لي يا زهر اذكر هل النسب اللي قدامك دي متناسبة ولا لا؟ ازاي تعرفي ان هي متناسبة يا زهرة ولا لا؟ زهر نعمل ايه؟ نفس الحركة نعمل مقص ونيجي نقول له الطرفين يساوي الوسطين يساوي. هاتيلي الطرفين 4 في ايه؟ 4 ب 25. ب 20. طب 7 في 2 بايه؟ 7 في 2 ب 30. ب 14. هل الاجابتين زي بعض؟ لا. يبقى غير ايه؟ متناسبين. غير متناسبين. يبقى ايه؟ هنا بقى في السؤال ده يا ولاد مش احنا جبنا بي زائد ايه؟ زائد 1 ب 6. تعال نكمله صحيح. يبقى البي نفسها بكام؟ هتبقى 6. مين قال من غير دور يقف لي؟ جاي لك اهو. يبقى البي بتساوي 6 ناقص 1 تساوي كام؟ 5. او بالذكاء كده هو كام نزود عليه 1 يدينا 6؟ 5 يعني مش محتاجه خطوات. طيب دكتوره مريم سعر 8 تفاحات ب 20 جنيه يبقى سعر ال 20 تفاحه بكام؟ هقول لك انا بص نعملها كده شرطه ماشي يا ولاد؟ طيب هتقول لي فوق ايه؟ تفاح وتحت ايه؟ جنيه. قولي لي بقى كام تفاحه يا مريم؟ 8. طيب كام جنيه؟ 20. طب هنا كام تفاحه؟ 20. كام جنيه؟ ما اعرفش اسميه ايه؟ اسميه ايه بس؟ ونعمل ايه بقى؟ قولي لي بقى الاكس تساوي 20. مين اللي تحت؟ 8 تحت. 20 في 20 في 20 و400 على 8 تقريبا ب 50. ايه؟ مفهومه دي يا ولاد؟ فيها صعوبه؟ خش على اللي بعده. السؤال ده وده من اذكى سؤالين في الدرس ده كله. انا شرحتهم لكم قبل كده. طب مين اللي عليها الدور؟ حبيبه؟ بساعد. قولي يا بسنت ها؟ أول حاجة. طب سيبك من ده خليكي في ده. اكس على واي. بص اول تاني تالت رابع صح؟ انا هقسم التاني على الرابع اللي هو اكس على ايه؟ على واي. يساوي ايه يا بسنت؟ بيساوي 3 صح 3 على 1 3 على 4 صح. يعني يا ولاد لو لقيت اقولها تاني اكس 5 واي 10 الاول على الثالث يساوي الثاني على ايه؟ يبقى اكس على واي 5 على 10. 5 على 10. تحس ان الموضوع مترتب اول على ثالث ثاني على رابع او اول على الثاني يساوي ثالث على رابع. اكس على 5 وواي 4. ايه؟ اكس على 4. طب بعد الزمون كده هو مين اللي بيتكلم؟ 4. دي واي بس شبه الاربعه يعني هي بقى شبه الاربعه نعدلها. طب لو كان اكس واي 6 9 قولي يا علي اكس عليا 6 عليا اهي برضه صح. ممكن اول ثالث ثاني رابع او اول ثاني ثالث رابع. المهم بالترتيب كله رايح. لو خدت بالك ان كله ايه؟ كله رايح. اما في المساله دي انا اسال حبيبه قلبي يلا جت ازاي؟ احنا غلابه وحبينا نفهم معلش. هي هتبقى 3 على 4 بس احنا هنا بنعمل ادي اكس على واي و20 على 15 4 على 3. السؤال ده قلت لكم من يعني ايه؟ يعني فيه صح؟ والفيه السؤال بتاعه بيبقى بالمقلوب يعني ايه؟ رحنا لقرايبنا هناك ما نرجعش
ايدينا فاضيه من عندكم، يبقى اكس على واي 20% على 15%، ودول مع بعض 4 تاني. قلت لكم دي جت في سنه كيس الرسم، ليه هترفع ايدك؟ قولي كده. طول في الرسم على الطول الحقيقي. ممتاز يا حبيبي، طول في الرسم على الطول الحقيقي. اوعى تغلط وتعكس، هو الطول في الرسم على الطول الحقيقي. الحقيقي. طيب مين في الرجاله عارف مقياس الرسم ليه كام حاله؟ ليه 3 حالات، ايه هما؟ تكبير وتصغير وتطور. جدع ياض. لو مقياس الرسم أكبر من واحد. اكبر من الواحد هو اللي بيجاوب، يبقى ايه؟ تكبير. طب لو مقياس الرسم اصغر من الواحد، طيب عايزين واحد تالت بقى في الرجاله يقول الحته دي. مقياس الرسم يساوي 1. التعادل ده في الاهلي والزمالك، اما هنا اسمه تطابق. اسمه ايه؟ تطابق. امثله 2 إلى 100 او الى 1000. ده تكبير ولا تصغير؟ الرجاله الواد يوسف، مش انت اسمك يوسف؟ ده تكبير ولا تصغير؟ 2000. صح؟ صح والله. 2 بس على 1000، يبقى الاثنين صغير تصغير، يبقى انا يهمني اول واحد ده تصغير. صح؟ يعني الاول صغير. يعني دايما لما تحب تعرف تصغير ولا تكبير تبص على الاولاني. 7 إلى 3 اللي بعده تكبير ولا تصغير؟ ها؟ جدع يا تكبير. امال بقى 1 إلى 1 تطابق. هما 3 حالات، يا تكبير يا تصغير يا ايه؟ سيبك من الكلام ده وتعالى لي هنا بسرعه بقى. قومي يا تقى خليها تقعد لا مكانك. اساسا مظبوطه كده. ماشي. في اضاءه هنا لا حلوه واضحه، يعني اضاءه يعني مبوظه الدنيا، الكلام مش واضح. طيب طول احمد ملحوظه يا اولاد، الواحد كيلومتر ب 100,000 سنتي. ب 100,000 ايه؟ سنتي. والواحد متر ب 100 سنتي، والسنتي ب 10 مللي. دول اهم 3 تحويلات هنحتاجهم النهارده. طيب طول احمد 1.5 متر، طبعا مش احمد اللي هو انا غلبان 1.2 من 10، ورسم في صوره طوله 3 سم. مقياس الرسم بايه؟ اللي يعرف يرفع ايديه. احنا خلصنا البنوته دي كلها صح؟ عايزين بقى صف صبيان. انت قلتش يا مرتي؟ لا ادي يا جيش. قلتش؟ طب قول معايا، هو مقياس الرسم بيساوي ايه على ايه؟ أنا استنى. قول. رسم على الحديد. رسم على ايه؟ محدش يقول غيره بقى. الرسم بكام يوم؟ رسم بواحد ونص. والله 3. ده الصورة، الرسم هو الصورة 3 سم. 3 ايه؟ طب والحقيقي؟ 1 ونص. حلو. ينفع اقسم سنتي على متر؟ اجي على المتر واضربه في ايه؟ مش المتر 100 سنتي؟ طب ليه ما حولتش السنتي؟ انا بحول الكبير للصغير، بحول الكبير صغير. والمتر يروح والمتر يروح. يبقى خلاص شوف لي الاجابه دي كلها بقى. تقريبا 1 على 5 وجنبها 0. 1 على 5. طب هسألك السؤال الصعب انت يا جيوش، تكبير ولا تصغير؟ اهو 1 على 50، تكبير ولا تصغير؟ تصغير لان الواحد صغير. انا يهمني البسط عشان اعرف صغير ولا كبير. خش على اللي تحتها هنا. مين عليه الدور؟ عمر باشا. قول. رسم على الحديد. برضو عايز مقياس الرسم؟ نقول له رسم. اعملها لكم راسي ولا افقي؟ انا ممكن اعملها كده وممكن اعملها كده. ممكن اعملها كده، بصوا يريحوا. رسم الى ايه؟ طيب يلا يا عمر، الرسم كام؟ 20 سم. ودي 5 كيلو. حلو. الكيلو يتحط له كام صفر؟ 5 اصفار. ادي 0 2 3 4. طيب كده خلاص كله بقى بالسنتي، كله بقى بالايه؟ يبقى انا اهم حاجه في السؤال اللي يبقى كبير اضربه في عشان اظبط. طب الصفر يروح على الاثنين فعل واحد على الاثنين فعل 250. الاستاذ صباح. خلاص مش مشكله، هي اخر مساله. 1 إلى 250,000. هسألك السؤال الصعب، تكبير ولا تصغير؟ أنا صدقني. تصغير. شكرا. ومقياس الرسم 1 إلى 300,000. هنا بقى مديني مقياس الرسم، فأحلى حل اللي هو الأفقي. الرأس ده بلاش منه، أنا بعمله ساعات وساعات براحتك. بس في المسألة دي خلينا في الأفقي. مين الولد اللي ما قالش وعليه الدور؟ محمد ناصر باشا. هنقول له رسم إلى إيه؟ إلى حقيقة.
طب كام الى كام؟ حلو. احنا اهم حاجه في السؤال احط ال 15 فين؟ ان هو مديها لي تحت الحقيقي ولا تحت الرسم؟ اقسم بالله هي باينه اصلا، اصل بالسنتي باينه ان هي رسم. مفيش مدينه بالسنتي، دي مدينه البراغيث العالميه او مدينه النمل العالمي، ولكن المدن بتاعتنا اقل حاجه اذا كان قريه ديكو معديه ال 10 كيلو. واخدين بالكم؟ فالمدن اقل حاجه فيها بالكيلو. فعشان كده ده باين انه بالسنتي، يبقى في الرسم في الايه؟ على الخريطه. تاني حاجه زميلتكم سالي خدت بالها منها ان المسافه بين مدينتين على الخريطه، يعني ده رسم، ده ايه؟ رسم. طب تالت حاجه بقى انا هعرفها، وعايز المسافه الحقيقيه، عندي الحقيقه احط اكس يبقى مين اللي فاضل لي؟ يعني السؤال واضح بكل المعالم، بس عايز واحد شغال. طيب محمد ناصر كمل. الاكس تساوي ها؟ مين اللي ينزل تحت؟ واضرب بقى 15 300,000. على فكره مساله المدينه دي فيها حته ذكيه، لو حبيتوا تعملوها اعملوها، ما حبيتوش خلاص. شايفين مكان الواحد؟ حطوا له 5 اصفار على طول. الكلام ده في مسائل الكيلومتر بس. اول ما تلاقوا الواحد حطوا له 5 ايه؟ بس انا بالنسبه لي ما بحبهاش. 3 في 15 45 وخمس ايه؟ 5 اصفار. هتقولي ده بالسنتي، عايزينه بالكيلو. نشيل الخمس اصفار 45 ايه؟ شكرا. حشرة طولها الحقيقي 20 مللي. 20 ايه؟ يلا يا جزار. ومقياس الرسم 2 إلى 15. طب تعرف تكتب؟ اكتب ايه؟ جدع، انت لو مش شايف كويس المكان واسع يا جماعة. رسم إلى حقيقي، ها؟ 2 إلى كام؟ خليكي مكانك يا فاطمة دي. 2 إلى 15 صح؟ طب نحط ال 20 مللي عند الرسم ولا عند الحقيقي؟ ليه؟ ليه؟ لا خليك في اللي انت بتقوله، وبقول لك طولها الحقيقي 20. حقيقي طبعا. فين ال 20؟ هنا؟ ماشي. نحط هنا اكس. اكس. طبعا الملي ممكن نسيبه في الرسم عادي، بص دايما الرسم مقياس الرسم يا نحط ملي يا سنتي لان الاثنين كويسين. نعمل مقص. مين اللي قصاد اكس؟ ونضرب 2 في ايه؟ 2 في 20 ب 40 على 15. 4 هتبقى كام؟ 4 على 3 صح؟ ولا ايه؟ 20 على 5؟ 8. يا زلمه انت كده الحشره طولها الحقيقي 20 متر و 20 متر. 8 على 3. وكده توجد المفروض طولها في الرسم، انت كاتبها وجبت طولها في الحقيقي. كاتب طولها الحقيقي معلش طولها في الرسم. يا بنتي يا سالي دماغك من دي. طيب 40 على 15 كام؟ 8 على 3. سيبوها له 8 على 3 مللي متر. طب لو عايزينها بالسنتي اعمل ايه؟ الملي عايزه سنتي. اقسم على ايه؟ على 100. على 10. على 10. اقسم على 10. ما هو الملي 10 السنتي 10 متر. طب تعالى هنا عشان نختم الفيديو. مين اللي عليك دور؟ قول يا محمد اقف يا محمد 20. دي بقى سهله قوي يا ولاد. قلت لكم كل واحده من دول معناها سنتي، معناها ايه؟ سنتي. يعني السنتي قصاده كام؟ 30. طب والاثنين سنتي قصاده كام؟ 3 90. محمد يا شريف انا عايز الطول المقابل ل 9.5 سنتي. كل اللي انا هعمله 9.5 اقوم ضربه في اول رقم يعمله اللي هو 30. كام؟ 285 كيلو متر. طب معلش هدي كمان مثال. لو احنا الطول في الرسم نفس السؤال 3 سم يبقى الحقيقي كام؟ يلا معايا. 90. طبعا هي 90 اهي لان 1 2 3 يا اما هضرب 3 في كام؟ دينا برضو ايه؟ 90. يبقى اي رقم هو يقوله سنتي اقوم ضربه في 30 دي. اشمعنى ال 30 يا شباب؟ لان ال 30 ده هو مقياس الرسم اصلا. كل سنتي قصاده 30، كل 2 سنتي قصادهم 60 وهكذا. خلاص؟ شكرا. بنسبة 2 3 5 نصيب التاني 90 جنيه. يلا يا شمس. هنقول أول ثالث صح؟ الأول 2. طيب وبعد كده أنا بكرر أحط مجموع ولا أحط فرق؟ إيه؟ وكان نصيب الثاني 90.
الكلمة دي معناها إن مفيش مجموع ولا في فرق، أمال في إيه؟ في نصيب التاني بس 90، تحت التاني حط 90 أهو. يبقى إحنا عايزين الأول والتاني. فاهمة غلطتك كانت هتبقى إيه؟ طيب هنقول له الإكس تساوي شرط الكسر، الواي بتساوي شوية الكاس. واشتغل بقى. كملي يا شمس. بص طبيعي بقسم دي على إيه؟ على التلاتة. 90 مرة فيه ومرة فيه، أضرب هنا بكام؟ 2 وهنا 5 ماشي، هنا يطلع 60 هنا 150. يبقى غلطة ايه اللي غلطة اللي كنا ممكن نقع فيها يا شمس؟ ان انا اقول مجموع، هنا مفيش مجموع، هنا في نصيب التاني بس. السؤال ده 3 افكار، يا نصيب واحد فيهم يا المجموع يا الفرق. خلاص؟ خش يا راي. أول ثاني ثالث، يلا معايا كده. أول ثاني اللي هو الأضلاع المثلث، دي أضلاع مثلث. تعالى نقرا السؤال برضه عشان تبقوا فاهمين. النسبة بين أضلاع مثلث، المثلث دي كام ضلع؟ 3. ضلع أول ثاني ثالث. ها يلا. إيه؟ والثاني والثالث. حلو. كان المحيط ب55، يعني إيه محيط يا رؤية؟ محيط أي شكل، اتفضل يا مفهم. الله يخليك. محيط أي شكل، مجموع أطوال؟ أضلاعه، إيه ده يعني؟ المحيط هنا معناه المجموع، معناه إيه؟ مجموع. كملي بقى، المجموع كام؟ هنا 2 5 4 7 و4 11. كملي بقى، حط تحت ال 11 كام؟ هنا إكس واي زد. مسألة سهلة. هات الإكس وهات الواي هات الزد. إكس تساوي السياق ايه؟ واي بتساوي شرط الكسر. زد يساوي، كملي يا دكتور. ايه على ايه؟ في وبعدين 55 على 11 في 55 على 11 في مرة في كام ومرة في كام؟ أظن الباقي سهل يجي ولا أكملها؟ 5 11 25 و20. صح كده. فيها صعوبة؟ ماشي وقف كده يعني. بدأ. مشروع فيه 3 إخوة يا عم. طب يبقى مين إلى مين إلى مين؟ أول إلى ثاني. هنجيب الصبح. أول إلى ثاني إلى ثاني. أول إلى ثاني إلى سادس. 2 إلى 3 إلى 6. بصوا خلوا الإلى تحت، الإلى بتبقى شكلها حلو. إيه؟ يا ترى بقى هنجيب مجموع ولا؟ طيب تعالى نشوف نقول هنا الأول يزيد عن الثاني. كلمة يزيد وينقص معناها فرق. معناها إيه؟ فرق. يبقى هنيجي نقول هنا الفرق. بس الفرق بين مين ومين؟ ما تنساش الأول والثاني، الأول والإيه؟ الأول والثاني أهو. يعني أنا لما أطرح الثلاثة من بعض؟ لا. فرق بين الأول والثاني. 3 ناقص 2 بكام يعني؟ هو الذكاء في السؤال الحتة دي برضه. لما بيجيب فرق، طب الفرق بين مين ومين؟ لازم ابقى عارف من الكلام. كملي يا انسه. اكس لواي زد. هنا 500. ما تنساش هنا اكس واي زد. اظن الكماله سهله مش محتاج ان انا اكمل. خلاص؟ الا اذا كان طلب حاجه ثانيه. طيب. اهم سؤال في الدرس، في اضاءه يا بنتي ولا واضح؟ اهم سؤال في الدرس. توفي رجل وترك زوجه وولد و3 بنات يا سميه. مين؟ تقول يا شاهين بس لقيتها ورفع ايديها بحسب دورها. هنيجي نقول نصيب مين الاول؟ طبيعي يا جماعه ربنا مفضل الزوج عن الكل. على طول الزوجه تاخد كذا، اول ما الراجل يموت الزوجه تاخد الثمن. فاهمين يا جماعه؟ طيب نصيب الزوجه 80 على كام؟ 10. 80 على 8 كام؟ كملي بقى. لازم اجيب الباقي قبل ما اكمل. الباقي بقى ال 80 شيل منهم 10 كده يا ولاد. ده المبلغ اللي هيفضل بعد ما الزوجه تاخد حقها. براحتك يا ريس، ما انا مش شايفه. براحتك. الزوجه تاخد حقها 10000، ربنا يوفقها بال 10000. يتبقى 80 ناقص 10 70. يبقى الشغل هيبقى على ال70. انسى القديم. يلا بقى، معانا كام ولد وكام بنت؟ اقعدي يا فاطمه عشان الاضاءه البدايه. هنقول بنت. طب ينفع مرة واحدة
بنت ولد تقول ايه يا حبيبي؟ قول بس اللي انت عايزه. يقول لك عادل لا بنقول بنات الى اولاد الى مجموعه، دي كانت طريقه بعملها زمان واكتشفت انها صعبه على الطلبه بينسوا. الشاطرين هيعرفوها، لو انا قلتها هتفهموها برضه. بس الطريقه اللي انا بفرط فيها البنات والصبيان كل واحد لوحده بتتفهم اكتر. انا يعني زمان كنت بقولها باللي انت بتقوله دوت، كانت بتتعبني مع العيال قبل ما اوضحها لهم كويس ويبان ويفهموها. البنت واحد الواد ياخد ايه؟ 2 كل دول كام؟ 3 5 5. يلا بقى نحط تحت المجموع كام؟ 80. رايح فين؟ نحط 80 لا 70 ولا 70؟ عشان قلت ننسى القديم. ايوه احنا بتوع النهارده. اكس واي. كده البنت هتبقى اكس والواد ايه؟ اكس تساوي مش عارف ايه بس واي تساوي شايت كاس 70 على 5. 70 على ايه؟ هنا مره في واحد ومره في ايه؟ وكمل بقى 70 على 5 كمل 14 هنا البنت تاخد 14000 والواد يا بخت البنت. ماشي 2 تصحى يا محمد اصحى هناك الى المجموع. مجموع الزوايا هنا كده. طيب كله فاهم لحد هنا؟ اقعد يا سعد واخلص. اقعد في حته ثانيه يا سعد هنا مليان. اقعد عندك هناك لغايه ما اجيب. ركز بقى في الاول. من ضمن الذكاء في السؤال انا قلت لكم كام فكره النهارده في الكون يعني يا رب ما يتنسوش. من ضمن الذكاء في السؤال ان مجموع زوايا المثلث يساوي كام؟ اسمع. مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجه. خدتوهاش وانتوا صغيرين؟ سنه 5. مجموع زوايا المثلث اصلا يا رجاله محفوظ 180. ولو جالك مستطيل مجموع زوايا المستطيل 360. 300 وايه؟ اي شكل رباعي 360. اي شكل رباعي زواياه كلها كام؟ 360. اي مثلث زواياه بكام؟ 180. يبقى فهمنا ان مجموع زوايا المثلث 180. الصوت والناس اللي مش بصالي تبص. حط هنا اكس هنا واي هنا زد. السؤال خلص. هي كانت الفكره كلها انك تجيب 180. طيب انت خدت بالك ان المسالتين الاخرى دول حاجه في الكون. هنقول اكس تساوي شرطه ايه؟ انا هجيب اكس بس وبكمل لكم في البيت. هنقول 180 تتقسم على ايه؟ 10 ونضرب هتطلع 18. الواي هتطلع قلنا 4 وايه؟ 50. لا استنى تعالى نعملها بقى. 180 على 10 دي 3. استنى اول واحده 36. 36 صح. 54. 54 اخر واحده كام؟ 90. 90. شكرا. 50 جنيه وعليها 20% ضريبه. افهم بقى الكلام. الضريبه بنزود. وبرضه عشان ما اضحكش عليكم ساعات بننقص. هتقولي ازاي؟ افهم بس هفهمك. بقى السعر كذا وعليها ضريبه، لسه عليها هنحطه. خلاص؟ طب لو قال لك السعر 150 جنيه شامله الضريبه. ايه رايك ان السؤال ده بننقص عشان نجيب السعر قبل الضريبه؟ اتفضلي. لا ده جيت معلش 20% ايه؟ ضريبه. زي ما قلت لك السؤال بتاع الضريبه ده هو في الغالب بنزود، في الغالب ايه؟ بنزود. بس في سؤال ذكاء شفته انا مره يقول لك ايه؟ السعر 1000 جنيه شاملا الضريبه، شاملا يعني الضريبه من ضمن. يبقى نعمل قبل الضريبه ضريبه بعد الضريبه في اللحظه دي بنطرح. ان اداني المبلغ شامل الضريبه يفرق كتير. خلاص كده؟ تعالوا بقى نفكر على الله. قبل الضريبه. بعدين ضريبه. وبعدين بعد الضريبه. بعمل الثلاث جمل بتوعي المشهورين. طبعا عندكم في الكتاب كل مساله لها نظام لوحده. انا بحب اعمل كله بنظام واحد بس انت اللي يريحك، مش مصدقني اعمل اللي يعجبك. طيب مين البنات اللي ما قالتش؟ قولي يا سمية. لا نجمع، احنا لسه قايلين الضريبه بنجمع والفايده بنجمع، في فايده ساعات، في حاجه اسمها زياده، في حاجه اسمها عموله، ده كله بنجمع، ده كله ايه؟ طب يلا. اهم حاجه الجمله دي، وجبه سعرها 150 جنيه، السعر هو السعر قبل الضريبه. خلاص؟ يبقى نحط 150 هنا. كلمه يا محمد. 150 قبل الضريبه. نعمل هنا ايه؟ وعايز ايه بقى؟ السعر بعد الضريبه اللي هو ده اكس. اعملي مقص واحد منهم، اكس تساوي. مين اللي تحت؟ اللي تحت هي
اضرب 150 في 120 على 100 شوف هذا كام يا عم؟ اقول لك دلوقتي ماشي 10 في 15 ب 150 ويبقى ب 180 بالظبط. شوف هتقفلي وتفتحي تاني ماشي لو هو تمام. الرجاله تتوقف عند مين؟ قول يا حاج. 180 علي هادي مالكش دعوه انت. علي هادي قول يا علي. برضه عليها خصم 20%. قلت لك لو لقيت كلمه خصم قول له قبل الخصم. يعني ها بعدين خصم. حد جاوب غيرك توقفه. اللي هيجاوب تاني من غير دوره هظبطه على الفيديو. بعدين بعد الخصم صح؟ صح؟ طيب قبل الخصم كان كام؟ 100 وخصمنا كام؟ بقوا كام؟ صح كده يا ولاد؟ طيب الثمن اللي هو مديهولي ده مكتوب دفع يبقى ده اللي بعد ولا اللي قبل؟ دفع. هو دفع خلاص يبقى ده النهايه يبقى ده اللي بعد. اصله دفع. هات لي بقى السعر قبل الخصم. يلا يا فندم. مين اللي قبل الخصم؟ حط ايه؟ 80 تحت و100 في 2000. على فكره الاسئله دي عايزه واحد بس دماغه شغاله ويفكر صح معايا. 100 في 2000 على 80 بكام؟ 2500. 2500 عني ولد محمد شريف ابو قلبي دايما قول يا ياسر. الخمسه موجوده في الايه يا ياسر؟ مش موجوده يبقى نقول لا ايه؟ لا ايه؟ لا تنتمي. الولد اللي بيتكلم طالما اخترت طالب اعمله هو. سبعه يلا يا جزار. موجوده في البي. السبعه موجوده في البي يبقى تنتمي. طب السته يا زياد ليه بقى؟ مفيش سته في الايه؟ يبقى لا تنتمي. لو خدتوا بالكم العنصر بنقول تنتمي. تنتمي ثلاث خطوط. طب التسعه موجوده في الزد يا محمود؟ موجوده في الزد؟ عارف يعني ايه زد اصلا؟ الاعداد الصحيحه. مجموعه الاعداد الصحيحه فيها 9. صحيح يعني ما فيهوش كسور يالا ولا 10 يبقى ينتمي اهو. طب 3.5 موجوده في الزد يا مصطفى؟ لا طبعا لان الزد ما فيهاش انصاص يبقى لا ايه؟ طب 4.25 موجوده في الكيو يا حامد؟ لان الكيو اعداد ايه؟ نسبيه. طب مين يعرف صور العدد النسبي كلها؟ قولي كده. لا انا قلت انا مش بقول لك قولي لي التعريف انا بقول لك الصور الخمسه اللي احنا اتعودنا كسريه صحيحه بس يا صحيحه طبيعيه كسريه عشريه والنسبه المئويه. في حاجات ثانيه بس ما تكتروش فيها. صحيحه طبيعيه كسريه عشريه والنسبه المئويه. هم 9 صور بس خلينا في الخمسه دول. طيب قول لي بقى 4.25 في الكسري يبقى تنتمي. فهمتوا تنتمي بنعمل ايه؟ فهمتوا تنتمي بنعمل ايه؟ امتى تبقى تنتمي؟ ركزي ومش هتندمي. العنصر بنقول تنتمي ثلاث خطوط. مجموعه بنقول جزئيه خطين مظبوط عشان اللي توه يفتكرها. 1 و2 موجوده في الايه يا محمود؟ يبقى نقول ايه؟ جزئيه مش تنتمي بقى لانها مجموعه. اقف يعني مكانك. اقف مكانك. طيب دول خلصوا. خش عليه الواد الحلو ابو عين خضرا عجباني. ال5 وال9 وال10 موجوده في البي؟ ال5 وال9 وال10. ال10 مش موجوده يبقى لا ايه؟ عارفين ان حاجه واحده تبوظ الموضوع كله. طيب ال 123 موجوده في الايه يا سواح؟ 123 123 موجوده في الايه؟ مش موجوده يبقى لا جزئيه. لا ايه؟ اللي موجود نقول جزئيه واللي ليه بقى؟ هو واحد يقول لي ما في 1 2 3 اقول لك بس مش لازقين. 1 لوحده 2 لوحده 3 لوحده بس مش كده. ماشي؟ طب اخر حاجه ال3 موجوده في الزد اللي بعده سواح الثاني. ال3 موجوده في الاعداد الصحيحه جدع يبقى جزئيه صح؟ طب انا هسالك سؤال سريع يا سواح. مين هي الاعداد الصحيحه؟ ايه في النص؟ ايه اللي بيبقى في النص؟ اللي قال انا يقف لي صفر. على اليمين 1 2 3 على الشمال -1 -2 3. اي عدد ما فيهوش عشريات كسريات يبقى صحيح.
كلمة صحيح يعني ما فيهوش فكة. طيب التلاتة ونص موجودة في الكيو بالظبط؟ موجودة في الكيو جزئية برضه. طب انت بقى الزد جزئية من الكيو ولا لأ؟ اسمك ايه؟ قول لي عادل أحمد عادل. الزد جزئية من الكيو. مين فاكر قطر الجزئيات؟ قبل ما نكتب قولي كده. ان جزء من كيو. ان جزء من زد. بالزد اخر زد جزء من كيو. ان شاء الله في المستقبل هتعرفوا ان كيو جزء من الارض. شكرا. يلا يا استاذ ابراهيم. انت يا عادل احمد عادل. ايه المجموعات الجزئيه من 1 2 3؟ المجموعه نفسها برافو عليك. والفوق. دول اول مجموعتين. اول ايه؟ كمل يا محمد ياسر. بعدين خدهم نفر نفر. الثلاثه اللي قال يقف، اللي اتكلم يقف دلوقتي. الثلاثه والاثنين والواحد. صح كده؟ وبعدين هاخدهم ميجو زي محمد ياسر. علي صوتك عشان ما اسمعش حد 3 و2. ماشي، عارف تعمل هولد يا فاطمه؟ ازاي ولا اعيدها تاني؟ هقول تاني، ابتدي يا مرة. المجموعات الجزئيه يا جماعه بناخد المجموعه نفسها والفار. والاثنين دول بنقول عليهم غير فعليتين، مجموعتين غير فعليتين. والباقي كله اسمها مجموعات فعليه، مجموعات ايه؟ فعليه. هما بيسموا دول غير فعليتين لانهم راشقين في كل مساله. عارفين لما كل واحد يعمل عزومه تلاقي في ناس كده بتيجي من غير ما تعزمها. دول اسمهم غير فعليين، مش معزومين اساسا، بس هم ناشئين معانا. طيب عدد بص بقى، هنا مش عايز الحل، عايز عددهم بس. السؤال ده انا هسيبه عشوائي. اللي عايز يرفع ايده يرفع ايده ويجاوب. قول يا محمد عبد الخالق. اعمل 2 أس ان. ده قانون لما يجيب عدد المجموعات. ان اللي هو كم عنصر هنا؟ 4. يبقى 2 أس ان. 2 أس 4. 16. برنس يعني، برنس على حق. عدد المجموعات الجزئيه الغير فعليه من دول. برضه السؤال ده اللي عايز يقول يرفع ايديه بنات او صبيان. قولي يا ساندي. قولي، ما انت اسمك ساندي انا عارف. ساندي. قولي يا ساندي. ما عنديش حد اسمه ساندي؟ انا اسمي ساندي. مفيش ساندي خالص؟ انا اسمي ساندي. قولي يا بس، قولي يا ساندي. هتبقى الفاي. انت مش فاهمه، انا ما بقولكيش هات الاجابه. انا عايز المجموعات الغير فعليه عددهم كام؟ قول. هتبقى 2 أس 2 وهتبقى 2. قول انت يا حبيبي. الفاي والمجموعة. هما 2 بس عم. ايوه. الفاي والمجموعة. عددهم 2. طب عدد المجموعات. سؤال كمان من عندنا. الغير فعليه، الغير ايه؟ فعلية. من المجموعه دي. من مجموعه الزد. زد اللي هي الأعداد الصحيحة. كم مجموعة جزئية غير فعلية من مجموعة الزد؟ 2. اللي هي غير فعلية بقى. قولي حاجة. الفاي والمجموعة. يعني كام؟ 2. 2 برضه. طب لو نفس السؤال هنا ومسح الغير فعلية وكتب الفعلية. هنعمل ايه؟ بس. ارفع ايدك. قول يا مرة. هنعمل الفاي والمجموعة نفسها وهنكتب كل رقم لوحده. أنا قلت أنا مش عايزهم، أنا عايز عددهم على طول. هما كام؟ 10 ولا 20؟ 10. قول يا شاهين. لا. لازم اعملها. قول يا حبيبي. 2 أس ان والان ده ونقص منه 2. يعني 2 أس 5 وشيل منهم 2. 32 ناقص 2 يطلع 30. يعني انا اجيب الجزئيه العاديه اللي هي 2 أس ان وارجع. توكلنا على الله. انت قاعد يا محمد عبد الخالق بتتكلم حواليك لما اقول لك مين بعد 4 و2 و3. طب قول لي البيئه مالها؟ 2 5 2 و3 و5 و6. بصوا انا بعمل كده ليه؟ اللي فوق حلوه وكل حاجه بس ساعات تلخبط. اقعد انت واللي جنبك يقف. محمد. اسمك محمد ايه؟ امير ايه؟ قولي امير. ابتكار. يعني الحاجه المشتركه هنا وهنا. 2. ها. الاثنين المشترك 2 ماشي و3 صح كده؟ طيب شكرا. الاتحاد المره يعني كله بقى. خد اللي هنا على اللي هنا. خدهم بالدور. 4 و2 و3 5 و6 و2 خدناها مره و3 مره 5 و6. شكرا. الواد العسليه اللي بعده. الايه بكام؟ يلا يا خليفه. الايه بكام؟ الايه اهي.
3 قول. يعني انا سامع الصوت الزنانين اكتر منك. 3 و9 و2 خلاص؟ لما اخلص يا عبد الخالق قول لي بس. والله اللي هيقول علينا يضرب. البي 9 و2 و5 و4. 9 و4 و5 و2 كل دايره البي. لما اخلص اللي انا بعمله نبقى نتكلم. السي كمل يا ابو خليل. السي الدايره الصغيره دي 2 و5. طيب ايه تقاطع بي اتحاد سي؟ السؤال ده بقى رخم اللي هو 3 عمليات في نفس الوقت. بعمل اللي في القوس الاول، يبقى هنعمل مين الاول؟ التقاطع. صح؟ مين عايز يقول التقاطع؟ قول. ايه مع بي؟ تقاطع ايه مع بي؟ يلا ها. ايه مع بي؟ 9 هنا وهنا والاثنين جدع يلا. طب اتحاد السي نفسها اكتب له السي كلها 2 و5 صح؟ اعمل الاتحاد بقى وحط لي الاجابه هنا. 9 و 5. لا لا سليم. اسمك ايه؟ محمد ايه؟ سقف عشان محمد عادل. خلاص خلصنا. ايه تقاطع بي تقاطع خلي دي اتحاد. خلي دي ايه؟ اتحاد. ايه تقاطع بي اتحاد سي. يبقى هنجيب الايه لوحده. هنجيب الايه؟ لوحده. مين اللي عايزه تقول لي الايه؟ يلا يا انسه. خلاص. تقع. تقع معلش. نجيب كام يا تقع؟ 3 و9 و2 صح؟ طيب تقاطع البي اتحاد سي بقى حطهم لي على بعض. البي والسي على بعض. 9 4 5 خدناهم مره بقى. اخر حاجه بقى هات التقاطع اللي هنا وهنا. 9 طب هسألكوا سؤال. خدت بالكم ان شكل السؤال ده تقريبا اخو السؤال ده باستثناء القوس؟ طب هات الاجابه النهائيه شبه الاجابه النهائيه؟ لا شكرا. شكرا. الانسه قول انت يا انسه يا سنه. هناخد الاثنين على 5 مراوح. ثانيه واحده اوعى تنسى اوضه وهنا اوضه وهنا اوضه عشان ما تبقاش سنتك صوت. الاوضه لازم يكون فيها رقمين. رقمين هنا في رقم واحد. في واحد. لو في رقم ناقص احط له واحد. خد 2 على 5 مره واحده بسرعه. بص 4 زائد 2 زائد 1 ناقص يبقى 2 على 5 في 2 6 ناقص 1 5. 1 على 5. اضربيها على الآلة او بايديك يطلع 2. اللي بعده نفس الكلام. فصل؟ لا حد اوضه شفتوا بعمل ايه اوضه ازاي؟ خلاص. هنا نسمع بقى عشان الحته دي مهمه. 2 على 5 2 على 5 معلش دي 2 على 5. بص بقى اللي هيحصل. الصوت يا بنتي الصوت قلت ده لازم يكون ايه؟ لازم نحط له 1. طيب الواحد ده رايكم انا رايي مش ده 6 على 7 1 على 7. بص على الرجول كده 5 7 5 7 5 هخلي ده 7 على 7. عايزه تسيبيه 1 صح تخليه 7 على 7 برضه صح. طب ليه خليته 7 على 7؟ عشان اللي هيحصل دلوقتي ناخد 2 على 5 بره والفي بره ونفتح قوس. يلا معايا ها ده ايه؟ صبح زائد ايه؟ ناقص ايه؟ 7. يلا 2 على ايه؟ في 1 6 7 ناقص 7 0. اي حاجه بصفر. ممكن اكتبها بالانجليزي عشان انتوا بقيتوا قليلين. شكرا. خش على المعكوس على طول. اقفله بتاعي تاني. المعكوس الجمعي سالب 2 اللي بعده على طول. اللي بعديها بس خلاص. 2 ونص برضه بس حط سالب. قول يا حبيبي. 3 على 7 بس نور عشان اكتبها. 9 من 10. سامع صوت توليد. اي حاجه الصفر بايه؟ 1 ومعكوسها ايه؟ سالب 1. قولي. الرقم ده يا استاذ مش باين. 2 معكوسها سالب 2. الصفر معكوسه ايه؟ صفر هو خش على معكوس الضرب شاهدنا. 2 على 7 معكوس الضرب ايه؟ اقلب الكسر 7 على ايه؟ طب 9 من 10 يا شمس يا هلا. الصوت يا بنات الصوت انا سامع يا ولاد ما تعصبونيش. 9 على 10 تبقى 10 على 9. اللي بعديها 1 و2 من 10 ايه يا رؤية؟ ايه؟
هي 5 على 6 صح؟ قلبناها بقت 6 على 5. برافو عليك. طبعا انا عارف انت عملتها ازاي يا رؤية. تسلم ايدك يا ريتال، تسلم ايدك، شكرا. دقيقة واحدة يا ريتال اخلص الفيديو بس. طيب انا عايز اعمل 3 من 10 دائر على الآلة، طلع ايه؟ اكتبوا على الآلة كده علامة 3 3 3 لغاية ما العلامة تخلص. هيطلع تلت. هاتي معكوسه يا شمس. معكوس التلت ايه يا شمس؟ 3 على 1. برافو عليك. اكتبي سؤال. 4 و5 الرجالة بقى. قول. 4 في 5 4 5 تبقى 20. حط 1 على 5 اعكسها بقى. 5 على 21. يعني انا الاول ارفع الكسر واعكس. 2. مين اللي يعرف يجيب لي معكوس الاثنين؟ قول يا يوسف. معكوسه. الصفر معكوسه ايه؟ ملوش، لا يوجد له معكوس. شكرا.